السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل والورد والياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. أحلى متابعين وأحلى مشاهدين على حبايب قلبي اللي مشرفيني. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف مين فينا بقى ما وحشوش الأكل ده. عملت كشري بقالي كتير قوي من آخر مرة صورته على اليوتيوب، أكتر من سنة ما عملتش الكشري خالص. أنا هنا حطيت أول حاجة العدس عشان الخطة ما جاتش في دماغي، يعني ما كنتش ناوية أعمل، فما نقعتش الحمص ولا أي حاجة. حطيته على طول اول حاجه يتسلق على النار، هو والعدس. ودي المكرونه اهي، وهنا البصل. بصوا يا جماعه، هو الكشري يعني حاجات كتير بس ما بياخدش وقت، وزيه زي اي خضار او طبيخ ممكن تعمليه يعني. بس هنا هو ابتديت اسلق كده واحمر في البصل. طبعا البصل دوت اللي هو الابيض، بحط له زيت كتير، لان الزيت ده بستعمله في كل الكشري، يعني كل الكشري بحط له زيت من بتاع البصل. خلاص هنا هو ابتدى يخش في التحمير. انا بقى عايزاه يتحمر جامد عشان يبقى مقرمش. انا صفيته ورشيت عليه ملح وكمون. ده البصل وركنته على جنب. دي المكرونه بعد ما اتسلقت حطيت عليها زيت من بتاع الكشري، زيت كتير عشان ما تفضل مفلفله، ما تلزقش في بعض. خلاص عشان تفضل كده، كل ما تغرفي منها تلاقيها زي ما هي. وهنا حطيت كوبايه ونص من الرز على كوبايه عدس. ودي شعريه برضو، انا بحمر الرز بالزيت بتاع البصل عشان كل الكشري يبقى ريحته كده فيها كشري. اهو عملته كده، بحمر الشعريه وبحط الرز، بعمله كشري اصفر يعني. وحطيت عليه طبعا ملح وكمون. كل الكشري بستعمل فيه الكمون اكتر حاجه. الحاجه الوحيده اللي بحط عليها فلفل الصلصه طبعا. ادينا اهو خلاص كمان. بصوا يا جماعه والله العظيم ما خدش ساعه، في ثانيه هو اللي خد شويه سليق الحمص. هنا ده التوم بتاع الصلصه عشان اعملها. هنا دي الصلصه، حطيت طبعا شويه زيت من بتاع الكشري، وحطيت شويه كزبره، وطبعا هحط كمون وفلفل اسود، وهحط فيها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا مش بحمره، انا بس بخليه ريحته تطلع وبحط على طول القوطه. هنا طبعا دي الصلصه كانت عندي جاهزه فاستسهلت. وبعدين بقى هحط بقى عليه قرنين الشطه دول مقفولين عشان ما يشطشطوش الصلصه، اللي عايز شطه ياخد واللي مش عايز ما ياخدش. هنا طبعا حطيت كمون وملح وفلفل اسود. وطبعا خل، هنحط مثلا على البتاع بتاع نص كوبايه خل. خلي الخل كده ريحته تطلع، يعني تبقى فيها خل كده. دي صلصه الكشري. وادي الكمون والملح والفلفل الاسود. خلاص كده الصلصه تمام. خلوها بقى تسيح كويس وتتسبك، ولا احسن من كده. طبعا احنا معانا هنا الحمص، هنعمله منه دقة ومنه حمص شام، يعني هنحط حاجات الحمص كلها، وهنحط عليه خل، وهنحط عليه توم. ادي فص توم اهو، في توم بودرة وبصل بودرة وبابريكا وكزبرة وكمون وفص ماجي كده. كل حاجة حمص الشام هنحطها على الحمص بتاع الكشري اهو. وطبعا هنعصر ليمونتين كده حلوين، ونحط شوية خل. دي الدقة والحمص مع بعض، دي احلى حاجة تعمليها جنب الكشري. بصوا بقى الجمال والحلاوة، ولا احلى من كده. ادي الكشري كله اهو، والرز تحفة بالشعرية بالعدس الاصفر، ولا احلى من كده. وادي الحمص لسه مولعة عليه، هو الوحيد اللي خد سوا شوية. طبعا هنا يوسف قال نزلي لي انا وصاحبي ابني يعني، غرفت له. نزل له غرفت له في الاطباق دي. طبعا عجبهم جدا والله العظيم. الكشري تحفة، مش عشان انا اللي عاملاه، لكن الطريقة دي حلوة قوي للكشري. والصلصة كمان لما تظبطيها انسي بقى. بصوا بقى المكرونة عاملة ازاي، عشان خاطر ان انا مغرقاها زيت. بصوا مغرقاها من الزيت، سايبة من بعضها. وادي العدس اهو لوحده، العدس بجبة بسلقه لوحده. برضو رشيت عليه شوية زيت وشوية كمون وملح. والبصل نفس الحكاية برضو، كله رش عليه كمون وملح، وحطله زيت من بتاع الكشري. وادي البصل اهو. بس كده شايفين الجمال والفخامة. لازم تجربوا يا جماعة الكشري بالطريقة دي، هيعجبكم قوي. بصوا الصلصة بقى جالسة كده، وريحتها بقى وطعمها احلى من اي مطعم.
هي دايما الحيرة في الصلصة. بصوا الصلصة عاملة ازاي، خلاها تتسبك كويس وتبقى تقيلة كده. معلقة واحدة ممكن تأكلك يعني الطبق كله. وادي الحمص اهو، احط له كمان في علبة لوحده. وده كان منظر الكشري، فظيع بجد بجد. احلى المطاعم مش هتعرف تعمل، كفايه النظافه وانت عامله بايدك كل حاجه، ومش مكلف يعني زي بره، وهتاكلي فيه يومين. ده كان اكلي بقى اهو، غرفت لنفسي